샤라리라라 치라라라라라 샤리라라라라 사사라라 샤라라라라라 كان يا مكان. يا صباح الخير او مساء الخير على حسب بتشوفوا الفيديو امتى. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده جايلكوا بروتين تحفه ومتاكده ان هو هيعجبكم جدا. اول حاجه عملتها زي ما احنا متعودين، نغسل سنانا، نغسل وشنا، نصلي اول حاجه، وبعد كده نرتب السرير، وبعد كده مش هتتوقعوها دي، انا دخلت عملت فطار، عملت كيكه كمان. كان طعمها تحفه جدا. النهارده باذن الله هنتكلم عن حاجات مهمه جدا، فكملوا الفيديو للاخر. حاجات بجد غيرت شخصيتي وفرقت معايا جدا. زي ما انتم ما شايفين، كان فطاري النهارده عباره عن كيك وشاي. عملت الفطار ليا انا وماما، وعايزه اقول لكم ان في اليوم دوت اختي جت وهتشوفي كوكي في الاخر. اسفه لو كان كلامي متلخبط، لكن انتوا عارفين ان انا مش بعرف اتكلم حلو، استحملوني بقى. مبسوطه جدا 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 من الناس اللي دخلت القناه جديد، وعايزه اقول لكم انا مش قادره اقول لكم انتوا شجعتوني ازاي ان انا اصور لكم فيديوهات تاني. عايزاكم تقولوا لي ايه اكتر نوعيه فيديوهات بتعجبكم، وعجبكم اكتر ان انا اتكلم بصوتي ولا اسيب لكم الفيديو او اكتب. نزلنا جبت انا وكوكي بنت اختي طلبات، وبعد كده جبت طلبات البيت، كانت عباره عن حلويات وبيبسي وشيبسي وكده. وبعد كده قلت خلاص بقى كفايه تأجيل وكفايه تسويف، وخليني ارتب الضرفه بتاعتي. بصراحه انا مش هرتب الضرفه بتاعتي بس، انا ارتب الدولاب عامه. ولكن انا وريتكم الحاجات بتاعتي، يعني هما الضرفتين دول بتوعي. انا مش عارفه انا عماله اشرح في ايه، ما علينا. زي ما انتم ما شايفين، ترى بصوا بقى تحفه. قولولي تسلم ايدك لو سمحت في الكومنتات، عشان محدش شكرني، لان دي ضرفتي. بس كده. وبعد كده زي ما انتم ما شايفين، دي الضرفة التانية. بصوا، خليتها بقت واو، جامدة برضه. وبعد كده رتبت الغرفة بقى كلها. عايزة اقول لكم ان دي غرفة ماما، تمام. فرتبت غرفتي انا الصبح، ودي غرفة ماما بقى كان بالليل رتبتها. وبعد كده قعدت اسمع محاضرة تجويد. وعايزة اقول لكم ان انا مع منصة حفظ قرآن وتعليم تجويد، بجد تحفة تحفة تحفة، دي كلمة قليلة عليها. مبسطين المعلومة بطريقة بجد جميلة جدا. لو عايزين نقول لكم عليها بقولولي. وبعد كده عملت موفي نايت كده بسيط وسريع، لان احنا كنا لسه متغدين، فهو يدوب عملت فشار وكنا جايبين بيبسي. تعالوا بقى نتكلم في الموضوع. عايزة اتكلم معاكم في شوية حاجات حرفيا والله غيرت حياتي 180 درجة. اول حاجة بطلت اعملها هي اني اقارن نفسي بحد او بالناس عامة. كل واحد ماشي في حياته بسرعة مختلفة، وكل واحد عنده ظروف مختلفة، فالمقارنة عمرها ما كانت عادلة. وتاني حاجة اني بقيت اقلل ماسك الموبايل اول ما اصحى بالذات. الاول كنت اول حاجة كنت بعملها هي اني افضل اقلب في السوشيال ميديا، وبعدها اليوم كله كان بيضيع. دلوقتي بحاول اعمل اي حاجة حتى لو بسيطة، وبعدها امسك الموبايل. وكمان بطلت اضغط على نفسي ان لازم كل يوم يبقى مثالي. عادي جدا يبقى عندك يوم كسلان او يوم مش منظم، ده مش معناه انك فشلتي، المهم انك ترجعي تكملي تاني يوم. واكتر حاجة حسيت انها فرقت معايا اني بقيت افرح بالانجازات الصغيرة، حتى لو خلصت حاجة بسيطة، او رتبت اوضتي، او قريت كام صفحة من كتاب بحبه، او قريت كام صفحة من المصحف، بحس ان اليوم كله كان ليه قيمة. وفي الاخر افتكروا ان التغيير مش بيحصل في يوم وليلة، بيبدأ بخطوات صغيرة، وكل خطوة بتفرق حتى لو مش باينة دلوقتي، بتبان بعدين. وبس ده كان كلامي النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا حتى لو بحاجة بسيطة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه اول مرة تشوفوني، عشان تشجعوني انزل فيديوهات اكتر. واكتبولي في الكومنتات ايه العادة اللي بطلتوا تعملوها وحسيتوا انها فرقت معاكم، هكون مبسوطة جدا اقرأ كل تعليقاتكم. اشوفكم الفيديو الجاي قريب ان شاء الله. مع السلامة.